يا ترى ايه هي اهم حاجات المرأة بتكون عاوزاها من الرجل اللي في حياتها في العلاقات العاطفية؟ طبعا خلينا طيب متفقين ان سيكولوجية الراجل مختلفة عن سيكولوجية المرأة تماما. تمام. طيب يبقى احتياجات الراجل غير احتياجات المرأة، ده مبدئيا. ايه بقى الحاجات اللي المرأة عايزاها من الراجل؟ اول حاجة، المرأة بتبقى عايزة بشكل أساسي الحضور من الراجل، يعني إنك تكون قادر على الحضور حتى في اللحظات اللي انت مش موجود فيها بجسدك، يعني وانت غايب تكون حاضر. طيب ده ممكن يحصل ازاي؟ عن طريق شوية حاجات بسيطة. أول حاجة، إن انت تخليك دائب الاتصال بيها والاطمئنان عليها، الاهتمام بأصغر تفاصيلها وتفاصيل يومها، ده بيفرق كتير جدا 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 مع المرأة. تاني حاجة، هتلاقي هدايا صغيرة تفكرها بيك دايما، مش شرط هدايا غالية، لكن هدايا بتستخدمها في يومها تفكرها بيك. تلاتة، اسمع لها حتى في أوقات انشغالك، حاول تلاقي لها وقت حتى ولو صغير جدا تقضيه معاها وانت حتى مشغول، ده بيفرق كتير جدا معاها. الست بتحبك ان انت تخلق لها الوقت، مش تروح لها في وقت فراغك. تاني حاجة بقى بتحتاجها المرأة، الاحتواء. طيب ايه هو الاحتواء الحقيقي اللي ممكن الراجل يقدمه او المفروض عليه ان هو يقدمه للمرأة؟ هو عن طريق تقبل تغيرات اللي بتحصل للمرأة، وبيوصل لها انه بيحبها في كل حالتها. بصوا يا جماعة، الست بسبب الهرمونات بتاعتها المتداخلة والمتذبذبة بتمر بحاجة بتسمى الفصول العاطفية، يعني مزاجها بيتغير زي فصول السنة بالظبط، في الشهر الواحد، في الأسبوع الواحد، ساعات كمان في اليوم الواحد. وطبعا ده غير سيكولوجية الراجل. الراجل بتسيطر عليه حالة من الاستقرار العاطفي، استقرار في مزاجه بيبقى ماشي تقريبا زي الخط المستقيم. علشان كده اوقات الراجل بيتوتر لما بيشوف الست بتتقلب وحبة كويسة وحبة وحشة وهرموناتها مغيرة مودها. لكن الدور بقى الحقيقي للاحتواء هنا لما بيقدر الراجل الظروف اللي بتمر بيها المرأة ديت. علشان كده دايما يقولك ان الراجل مهم انه يكون اعقل من الست، واصلا ده الطبيعي. الراجل هو اللي عنده الهدوء والثبات في عواطفه، عنده استقرار في موده واستقرار في مشاعره، فبالتالي لما يتقبلها في كل اوقات الهرمونية بتاعتها دي، ده بيوصل لها احتواء شديد جدا وبتحبه جدا جدا. ومش بس كده، ده كمان هيكسب طاقة أنثوية رهيبة في الست قدامه، لأن زي ما احنا عارفين الراجل لما هو بيبتدي ويحتوي الست ويهتم بيها بيطلع أحلى ما فيها، فبتوصل له كل الاهتمام وكل الحب وكل الدعم اللي بيخليه ناجح في حياته وحياته مستقرة، وبيحس بالراحة العاطفية والنفسية اللي بتخليه إنسان ناجح. وهعمل فويس تاني للعكس بقى، الحاجات اللي بيحتاجها الراجل من المرأة.